النهارده بقى عيد ميلاد رحمة بنت اختي، عاملين لها مفاجأة. تعالوا نشوف، هنحضر لحظات المفاجأة واحدة واحدة. بس حطوا لايك بقى، لو نسيتوا تحطوا لايك حطوا لايك، ويلا بينا نشوف. هنا ده المانيال كوبري الخشب اهو، زي ما انتم شايفين. في هنا طبعا تصوير وسيشن وحاجات جميلة جدا جدا. يلا بينا لحظة بلحظة. ماشيين اهو. هنا بقى المكان اللي هنعمل لها فيه المفاجأة. يلا ننزل. بصوا المكان هنا عامل ازاي، على النيل على طول. يلا بينا ننزل، المكان جميل. وهنا بقى كتمت الصوت عشان كانوا مشغلين اغاني وكده، وهكمل لكم بقى بصوتي اللي انتوا بتحبوه. هنا ميسو، دي اختي، بقول لها كل سنه وهي رحمه طيبه. هنا كان احمد وصل قبلها واحنا وصلنا قبلها عشان نعمل لها المفاجاه. وبقول لاحمد هنا ربنا يخليكم لبعض يا رب ويتمم لكم على خير. هنا دنيا صاحبتها وجارتنا من زمان جدا. هنا النيل، يا سلام على النيل، سلمتين ونبقى في النيل تحت خالص يا جماعة. بصوا الفرق بيننا وبين النيل سلالم. انا كنت مرعوبة عشان وعد. طبعا هنا احمد بيعمل لها مفاجأة. هي تمت 22 سنة. رحمة كل سنة وانتي طيبة يا رحوم، يا رب الفيديو بس يعجبك. انا حاولت على قد ما اقدر. هنا وعد بنوتي طبعا كلنا عارفينها. هنا لسه بقى هيشيلوا الكراسي وهيظبطوا كده. والنخلة هنا مكان بقى 2023 وكده، بيعملوا احتفالات هنا حلوة قوي. بس هي محندقة وصغننة، يعني كل اتنين يعني كابلز كده بيجوا. المكان يعتبر في مصر القديمة عند الكوبري الخشب اهو. بصوا بصور لكم كل حاجة. هنا بقى كانت اللي هي الديزاين اللي هي بتصمم الحفلات والحاجات زي كده. بتوضب بقى القعدة او المفاجأة اللي احمد عاملها الرحمة. ربنا يتمم لهم على خير. حلو قوي قوي لما كل اتنين بيحبوا بعض يعملوا لبعض سبرايز والكلام ده كله، بتبقى حلوة يعني. وانا قاعدة كده بقول يا سلام لو ابو العيال يعمل لي حاجة زي كده هبقى مبسوطة جدا. هنا كانت الناس جت، صحابها وخطاب صحابها جم، وهي رحمة لسه ما جاتش، لسه ما كانتش جت. ده الشكل النهائي الأخير. كاتبين لها كده، والشموع دي كلها إلكترونية هتتنور بالليل. هنا طبعا كان في حد للسيشن عمال يصور وكده، ومخنوق مني جدا لأن أنا كنت باجي بالكاميرا بتاعتي كده وعاملة بقى فيها بتاعت سيشن والكلام ده كله. آه، انا مش عارفه انا بعمل ايه، بصور اهي رحمه واحمد انا جبتهم لكم من على الكوبري الخشب. طبعا هو معرفها ان احنا انا وانتي هنحتفل لوحدنا في مكان وكده. هي رحمه ما تعرفش اي حاجه. ده يوسف ابن اختي. بصوا هنا بقى، يا سلام، ربنا يوعد كل بنوته يعني باللحظات الحلوه دي. هنا مغميها وهي ما تعرفش ان احنا اساسا كلنا موجودين. بصوا بصوا المفاجأة جميلة جميلة. أنا عايزة أقول لكم أنا بدأت يعني أسقف وهيص، وهنا بقى الهيصة والتسقيف. كان نفسي أسيب لكم الفيديو شغال، بس انتوا عارفين إن الأغاني ممكن تعمل لي يعني مشاكل وكده. فهنا رحمة مش مصدقة ومش عارفة ومش مستوعبة، بس المفاجأة كانت جميلة جدا ولطيفة، وكل عمال يتفرج على رحمة. بجد بجد يعني إحساس جميل جدا لما حبيبك أو جوزك يعمل لك سبرايز. يا سلام يا سلام. ربنا يخليك يا أحمد أنت ورحمة لبعض ويتمم لكم على خير. وإن شاء الله عيد ميلادها اللي جاي تعملوه في شقتكم إن شاء الله، وتعملوه يعني مع بعض. هنا رحمة قعدت أهي وبص مش مصدقة. هنا أصحابها البنات وخطابها كانوا موجودين. ما كانش فيه إلا إحنا كده. وحياة هنا بقول لها بالله عليكي سيبي الترابيزة، يعني مفاجأة كده. هنا البنات بقى بيقولوا لي انت هتطلعينا في اليوتيوب، قلت لهم اه اكيد يعني هم انا هطلعكم فين. بصوا المكان جميل واليوم كان لطيف جدا جدا جدا.
أهو. طبعًا خدوها عشان يعملوا لها زي session، يعني هو جايب حد كده، وعملوا صور جميلة جدًا، جدًا، وأنا أخدت 3 صور كده session، يعني سرقة كده يعني، فرد دراع بمعنى أصح. أهو أنا باورّيكم. أنا عايزة أقول لكم إن الناس اللي هُم جايين عشان يصوّروا الsession وكده اتخنقوا منّي بجد، كل ما ييجوا يصوّروا يقوموا ملاقيينّي أنا واخدة الcurve بتاع الصورة وعايزة أنا أصوّر. باورّيكم منظر السما والجو اليوم ده كان لطيف جدًا، جدًا. باجيب لكم الطيارة، مش فاهمة أنا باعمل إيه، بس أنا كنت في اليوم ده مبسوطة، لإن أنا مش كتير باخرج، مش كتير باعمل لكم فلوجات برّه، وحتى لو خرجت مش باعرف أعمل طبعًا باصوّر وكده عشان الناس وكده، وعايزة لها جرأة، وأنا مهما كنت جريئة في ناس أجرأ منّي. فالمهم كان الجو لطيف وجميل، وباورّيكم السما والsession أهي. كانت بس الجو اليوم ده كان هوا جدًا، جدًا، وكان برد أوي، أوي، لإن إحنا على طول وريتكم أنا سلِّمتين وهنبقى في النيل على طول. أهو بُص اللحظات كلّها، وطبعًا أخدوا وقت طويل عشان يعملوا الsession. بُصّوا بقى الرومانسيات يا جماعة، بُصّوا، بُصّوا. ربنا يخلّيهم لبعض ويتمم لهم على خير ويدوم الحب دوّة بعد الجواز. تعالوا هنا بقى نتنقل على الترابيزات. حيوتة قلبي أهي حياتي، وهنا وعد مش عايزة تتصوري ليه يا بت؟ ها؟ ها؟ يا رخمة. وبصوا هنا الاتنين اللي عمالين يقدفوا بالمركب بصور لكم كل اللحظات الجميلة اللطيفة، ويلا بينا بقى نطفي الشمع. هنا كان جايب لها تورتية جميلة وزي العسل كده زيهم. وقُلنا happy birthday to you وطفّينا الشمع وكان يوم لطيف، وأنا كنت عايزة أعمل لكم الفقرة بتاعة الهدايا. بسم الله ما شاء الله جالها هدايا جميلة جدًا، جدًا من صحابها، وأنا كنت جايبة لها هدية بس ما عرفتش إن أنا أصوّرها وكده، للأسف هي يعني خدتها ولبستها على طول. الهدية اللي هو التونيك اللي هي لابساه، أنا مش باذلّها يا جماعة، بس أنا باعرّفكم إن أنا برضه مكلّفة. ربنا يا رب يخلّيهم لبعض. وهنا أصحابها بقى بيهزروا وعمّالين يضحكوا وكده. بس اليوم كان لطيف، وحيّوتة أنا عايزة أقول لكم إن هي حيّوتة هنا كان اليوم بالنسبة لها جميل جدًا، وقعدت تلعب بقى وبالزعبيط والبلاليم وكانت مبسوطة أوي. التورتاية خدوها وقطّعوها طبعًا المعازيم اللي جايين في عيد الميلاد. عايزة أقول لكم إن التورتاية دي من تقريبًا لابوار، حاجة زي كده، لابوار؟ لابوار، كان طعمها حلو أوي، الكريمة فيها طعمها حلو أوي، وكان في باتون ساليه باتيه طعمهم برضه حلو. الباتون ساليه هنا أول مرّة أدوقه معمول في جبنة رومي مقرمشة. الباتون ساليه كان طعمه حكاية، حكاية، لدرجة إن أنا خدت كل الباتون ساليه اللي قدّام الناس كلّها. هنا بقى بدأت الدنيا تضلّم شوية، وحطّوا لهم كده هُم الاتنين، يعني بُصّوا عملوا فرح في عيد ميلاد. ربنا يا رب إيه يخلّيهم لبعض. الشموع هنا بدأنا إيه ننوّرها. هنا أحمد ورحمة ربنا يخلّيكم لبعض ويتمم لكم على خير لعاشر مرّة أهو. بُصّوا لحظات جميلة جدًا، رومانسية جدًا، رائعة جدًا، ربنا يوعد كل البنات باللحظات الجميلة دي. بس أنا هنا بقى رخامة يعني باصوّر وكده، ما أنتم عارفينّي يعني أنا ورايا حاجة؟ بُصّوا يعني دايمًا اللي بيصوّر أي حاجة ما بيعرفش يتمتّع بجد، بجد باليوم، بأي حاجة. يعني أنا شُغلانة اليوتيوب أو الميديا دي عامةً، الواحد لمّا بييجي يصوّر مثلًا لحظات أو أي حاجة، هنا دول الاتنين اللي صمموا الحاجات دي كلّها. فهنا في أغاني بقى وحاجات شغّالة وكده، زي ما أرجع تاني أقول لكم ما باتمتّعش بأي حاجة أنا باروحها، مطاعم، فلوجات، الحاجات دي كلّها، لإن التصوير بياخد وقت طويل. بُصّوا حياة، باصوّر لكم بقى. وكانت الأغاني شغّالة، أنا كان نِفْسي أسيب لكم والله بجد الصوت كان حلو، وكانوا مشغّلين أغاني لطيفة وجميلة.
والجو بقى لمّا ضلِّم كده الدنيا لمّا ليّلت وكده، الجو بقى ألطف وألطف كمان. لأ، هو المكان صراحة حلو أوي، أوي، يمكن أنتم أخدتوا بالكم المكان فين، أنتم هتعدّوا الكوبري الخشب بتاع مصر القديمة، وفي هناك كافيه، هو الكافيه ده اللي إحنا عملنا فيه. أي اتنين بقى حابين إن هُم يروحوا يعملوا، طبعًا في هناك ناس بتصمم لأعياد ميلاد، لكتب كتاب، لقراية فاتحة، لأي حاجة. المكان هناك لطيف يا جماعة، وفي بنوتة زي العسل هي اللي بتصمم الdesign بتاع المكان. اللي هي قاعدة أم جاكيت بينك ديّة، أنا صراحة مش عارفة إزاي ما عملتش معاها، يعني اتكلمت معاها وكده وأخدت الpage بتاع صفحتها ونزّلته والكلام ده كله. بس عامةً أي حد هيروح هناك، اللي هيشوف الفيديو ده هيقول لها إحنا جايين لِك من القناة بتاعة يوميات أم حياة أو من عند أم حياة. هنا كنت باصوّر بقى نفسي، أخيرًا ظهرت في آخر الفيديو. زي ما أنا قُلت لكم دايمًا اللي بيصوّر بيتظلم في التصوير، بيتظلم في متعة اليوم وفي كل حاجة. بس أنا عامةً أنا انبسطت، لإن أنا ما باخرجش خالص. هنا بقى باقوم لكم أهو، باورّيهم. طبعًا هُم أحلى حاجة فيهم بقى كل اللي قاعدين ما عندهمش فوبيا من التصوير، ولا ينزلوا على اليوتيوب ولا الكلام ده كله. هنا بقى أحمد ورحمة، واليوم كان لطيف زي ما أنتم شايفين، وكنا في آخر اليوم وهُم بُصّوا هو بيقول: "اوعوا تنسوا تحطّوا لايك على فكرة." وقعدنا نهزر ونضحك. وأنا قُلت له أنا كانت مبسوطة عشان في أغاني وكده وmusic. ميوسة حبيبة قلبي أختي، دودو القمر، هنا حيوتة، وكده يومنا كان خلص. كانت بقى يوسف ورحومة أهي. كنا قاعدين بقى نضحك ونهزر بقى ونغني ومش عارفة إيه وكده، واليوم كان زي العسل. وهنا كان اليوم خلص، والله ما كنتش عايزة أمشي، بس كان الوقت خلاص اتأخر والجو برد، وخُفت على حياة كل شوية تروح عند المَيّة هناك والنيل، فكنت مرعوبة، باصوّر وواخدة بالي من حياة، وكمان يعني كده يعني. اعذروني يا جماعة، اعذروني. ما تنسوش بقى في آخر الفيديو دعوة حلوة لأختكم، و إيه تاني، تنسوش تحطّوا لايك للفيديو ماشي، وشير كتير. يالّا باي، باي.